بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبأحسن الأحوال. اليوم طليت عليكم بهذه الوصفة، وصفة الرخصاص ولا كسرة فطير كما حبيتوا تسموها. مقادير مضبوطة، راح تجيكم كيما الكوفريت، تجيكم كيما الكاطو. واش راح نحكي لكم؟ كسرة الله الله. هاي ليكم لهنايا راني نقطع فيها قدامكم مقادير مضبوطه. جات كسره تشهي. نبداو على بركه الله في المكونات. واش راح نحتاجو هنا سميد. عندكم سميد رطب ولا سميد موايا؟ انا هنا استعملت البول هذا، راح ندير منه زوج تاع لي بول. البول هذا تاعي راه كيما الباطه تاع الزبده تاع 500 غرام كيما راكم تشوفوا. راح نضيف عليها لهنايا مغرفه تاع السكر، مغرفه كبيره تاع السكر. زوج مغارف صغار تاع الملح. هاهم ليكم لهنايا هذو زوج مغارف صغار تاع الملح. مغرفه كبيره تاع السكر هاي ليكم. ومغرفه صغيره تاع الخميره الفوريه، خميره الخبز العاديه. وعندي لهنايا زوج مغارف نتاع الفارينه كيما راكم تشوفوا. والزيت انا عندي الكاس هذا تاع 220 مليلتر، درت كاس غير ربع، تما عندنا 200 مليلتر تاع الزيت. تحبوا ديروا زيت زيتون ولا تحبوا ديروا الزيت عادي؟ انا هنا درت زيت عادي كيما راكم تشوفوا. راح نبسوا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا. ندخلوا هاد المكونات في بعضهم بهذه الطريقه. نستعملوه ثاني هنا نكونوا دفينا شويه تاع الماء، الا كان سخون الحال استعملوه ديريكتومون، ما تدفيوهش. الا كان بارد الحال دفيوه. لهنا راني نخلط نبسس في العجين تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. راح تجيكم كسره الله الله. واش راح نحكي لكم عليها؟ نوعيه السميد كما قلت لكم، تحبوا تستعملوا بسميد رطب ولا تحبوا تستعملوا سميد مويا. انا لهنايا السميد تاعي ما جانيش رطب بزاف مليح للكسره كيما راكم تشوفوا. هنا خلطت هاد المكونات مع بعضهم بهذه الطريقه. دركا راح نبداو نضيفوا الماء. بالنسبه للماء ادات لي انا لهنايا زوج كيلات غير ربع نتاع الماء. نتوما على حسب ثاني السميد تاعكم لا كان يتشرب ولا ما يتشربش. انا لهنايا دات لي شت الكاس هذايا، درت كاس الاول والكاس الثاني ديت منه كاس غير ربع، ما درتش كاس كومبلي. ولهنا العجين تاعنا لازم نعجنوه. الكسره تاعنا اللي يقولك ما تتعجنش البنات تتعجن. كسره رخصاص كيما راكم تشوفوا هنا لازم تعجنوها باه تجيكم وما تجيكمش محرحشه وما تجيكمش تتفتت. الا حبيتوها تجي كيما المبسس ولا هاي ما تتعجنش. مي الا حبيتوها تجي كسره رخصاص راهي تتعجن لازم. بالنسبه ثاني للطياب راح نزيد نقول لكم عليه نصبغه لكم. الطياب لازم اذا استعملتوا الطاجين تاع الحديد النار تاعكم تكون متوسطه. اذا استعملتوا الطاجين تاع الطين ولا تاع الفخار لازم يكون الطاجين خفيف والنار تاعكم تكون قاويه، لانه الكسره اذا طولت في الطياب راح تيبسلكم. لهنايا كيما شفتوا هاي ليكم انا هنا دات لي زوج كيسان تاع الماء غير ربع. راح نبدا نعجن العجين تاعي. شوفوا البنات لهنا راني نعجن فيها. كي نقول لكم نعجن فيها واحد زوج دقائق ولا ثلاثه، ماشي يعني عجين بزاف. مي راهي تتعجن، ماشي غير جيست تلميها وخلاص، لا لا راهي تتعجن. هاي ليكم لهنايا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد انا لهنا الكميه هذه هي تجي زوج كسرات عفوا كبار. مي انا كي عاد الطاجين اللي درت فيه جاني صغير درت ثلاث كسرات. دوك تشوفوا معايا متوسطين، ماهمش كبار بزاف وماهمش صغار. انتوما الكميه هذه ليسونسيال راهي يديكم من ثلاثه حتى من زوج حتى لثلاث خبزات تاع الفطير. نعجن العجين تاعي بهذه الطريقه. بعد راح نقسمها معاكم الى ثلاث خبزات. وثاني كي نديروا الخبزه كي نشكلوهم دوائر نخدموهم مليح بيدنا باش هكذا كي تجيو تفتحوها وتشكلوها ما تجيكمش محرحشه. هذوك تشوفوها معايا. شوفوا انا لهنا مازالني نعجن فيها كما قلت لكم، وندخل فيها الكميه تاع الماء اللازم. ندات لي زوج كيسان غير ربع. راني نبغى غير نعاود لكم باش هكذا تنجح لكم. كاين اللي ما تنجح لهمش ما تجيهمش مبسه، وكان اللي يجيهم يابسه، وكان اللي يقولك ما تتعجنش تتعجن. انا شوفوا راني نعجن فيها لهنايا وجات كسره كيما الكفريت. واش نحكي لكم عليها؟ الله يبارك تشهي شهيتكم في الجنه. تمنيت لو كان ذوقتكم كامل الكسره. شوفوا لهنا راح نقسمها على ثلاثه كيما قلت لكم. انا طيبتها في الطاجين تاعي شويه صغير ديما نطيب فيه معاكم. نقسمها على ثلاثه، نحاول نخدمها مليح بيدي ونشكلها دائره هكذا باش تجيكم ما تجيكمش مشرشفه على الحواشي. دوك تشوفوها معايا لهنايا. هاي ليكم دوك نخدمهم وراح نديرها لهنايا. هام ثلاث خبزات تاعي نغطيهم بالصاشي اكيد باش ما يبسوليش. ونبدا نفتح معكم بالحلال. لهنايا نرفد واحده ونفتحها معكم بالحلال. السمك نتوما اللي تحكموا فيه، كاين اللي يحبها رقيقه كاين اللي يحبها خشينه كيما تحبيتوا نتوما.
تفتحوا السمك اللي حبيتو. ثاني تقدروا ديروا فيها السانوج والجلجلان، انا مره ندير فيها مره ما نديرش، كما تعرفوا تعودتوا عليا ان ولادي ما ياكلوليش الجلجلان والسانوج، مي مرات اخرين نقسم، اخرين ندير فيهم اخرين ما نديرش فيهم. نفتح الخبزه تاعنا بالحلال كما راكم تشوفوا. الطاجين تاعنا يكون راه يسخن اكيد، انا هنا طيب على الطاجين تاع الحديد، النار تكون متوسطه. لا اذا درتوا الطاجين تاع الفخار ولا الطاجين تاع الطين راح ديروا النار قويه، والطاجين تاعكم لازم يكون خفيف كما قلت لكم. اذا الكسره طولت في الطياب وطابت على نار قليله راح تيبس لكم البنات وما تجيكمش طريه. نكملوا نفتحوا الخبزه تاعنا ونروحوا نطيبوها مع بعضنا. دوك تشوفوها معانا اللون تاعها كيفاه يجي شباب. تقدروا تستبدلوا المغرفه تاع السكر بالمغرفه تاع العسل، ولا حنا السكر علاش نديروه على جال التحميره نتاع الكسره نتاعنا باش تجينا حمراء وتجينا كامل على وجه واحد. ثاني كي تعودوا طيبوها بقاو ماشي تقلبوها، بقاو حركوا باش كامل طيب لكم حمراء وتجيكم كامل على وجه واحد. دوك تشوفوا معايا لهنايا انا نكمل نفتحها. انا الكسره تاعي ما درتهاش رقيقه بزاف وما درتهاش خشينه نورمال، درتها مويا. نروحوا نطيبوا مع بعضنا كما راكم تشوفوا. هاوليكم الطاجين نديرها لهنايا الطيب بهذه الطريقه. هاي ليكم الطاجين تاعي كما قلت لكم سخنته مليح، النار تاعي متوسطه، الطاجين تاعي تاع الحديد كما نعرفوا كامل يطيب بالخف. شوفوا لهنا راني نحرك فيها باش تطيب لي كامل على وجه. طابت لي الاولى نحيتها عفوا، لهنا راح نزيد نضيف الثانيه. كما راكم تشوفوا. هاي ليكم نطيبوا مع بعضنا. زدت طيها هي كي طابت لي الله الله جات تشهي شهيتكم في الجنه. نزيد نطيب ثاني لهنايا الثالثه. راني نسرع لكم في المقاطع لهنايا تاع الطياب لانه نتوما كل واحد الطاجين تاعو. ثاني تثقبوها شويه بالفرشيطه ولا بكيردون ولا اللي كان عندكم. هكذا باش يدخل فيها شويه تاع الهواء وطيب لكم من الداخل مليح وما تديرش. نكمل طيب لهنايا الخبيزه تاعي كما راكم تشوفوا. وكنت سبقت في بدايه الفيديو قطعتها معكم وشفتوا كيفاه جات طريه وجات مبسه، جات تشهي شهيتكم في الجنه مع كاس تاع البن مع حميص ولا واش نحكي لكم. الله الله الكسره هذه تليق غير مع الحميص ولا تليق مع البن والزبده، كل واحد كيف ما يحب ياكلها. احنا ناس الشرق الناس الشاويه نحبوا الكسره مع البن. قولوا لي نتوما مع واش تحبوها. هاي لكم لهنايا كملنا نطيبها ونكونوا لهنايا لحقنا لنهايه الفيديو ولحقنا لنهايه الوصفه نتاعنا. راح نزيد نخليكم تشوفوها معنا كيفاش خرجت. هاي لكم جات تشهي شهيتكم في الجنه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى نكون فهمتكم في كامل لي زاستيس باش تنجح لكم. شوفوا لهنا كيف ما جات تهبل تهبل تهبل. نخليكم على خير ونتلاقاو في وصفات جديده دائما كما عودتكم، والسلام.